السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. لو راجعة من الشغل ومحتارة تعملي ايه ومفيش وقت قدامك، هتعملي الأكلة دي. أكلة سريعة جدا جدا وسهلة ومقاديرها بسيطة ومش هتاخد معاكي وقت. هنعمل النهاردة كفتة داوود باشا. عايزة اقول لكم أحلى وأطعم كفتة هتاكليها. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. اول حاجه هجيب بوله فاضيه وهنزل باللحمه بتاعتنا. اللحمه ديت نص كيلو. شوفي بقى عايزه تعملي ربع كيلو اعملي زي ما انت عاوزه. المهم نص كيلو من اللحمه عليه 100 جرام من الليه. انا كانت عندي ليه ضاني، خدت كده قطعه منها حوالي 100 جرام وفرمتها وضفتها على اللحمه. لو عندك اللحمه بقى ملبسه او فيها دهون خلاص ما تضيفيش اي حاجه. هنزل كمان ببصلايه كبيره بشرتها وصفيتها وخدت التفل بس سبت الميه استخدمها في حاجه تانية. ونزلت كمان بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من القرفة. والمكون الرئيسي بتاعنا دي بهارات الكفتة. هضيف كمان معلقتين 2 صغيرين مليانين. البهارات دي بقى بتفرق كتير في طعم اللحمة. نزلت بمعلقة وهنزل بالمعلقة التانية، وهنزل بالملح بتاعنا على قد الكمية اللي انت بتعمليها. نزلت بمعلقة صغيرة من الملح، وهنزل كمان بنص معلقة صغيرة من البابريكا. هقلب بقى كل المقادير كلها على بعضها لحد ما تمتزج كويس، او ممكن في الكبة بتضيفي كل المقادير كلها على بعضها وتلفيها لفة كده في الكبة. والله هتاكلوا احلى اكلة. الاكلة دي سريعة قوي، ما خدتش في ايديا بتاع 10 دقايق وما شاء الله استوت على طول. كده قلبتها تقليبة كويسة كده تمام. بقى هشيلها بقى في التلاجة. لو انت مش مستعجلة هشيلها في التلاجة على رف التلاجة حوالي نص ساعة، وبعد كده ابدأي ايه شكليها. انا بصراحة كنت مستعجلة فعملتها على طول زي ما قلت لكم كده. دي الاكله السريعه بتاعتي. هتصبعي كور كده وكده. بعد ما صبعت الكفته بتاعتنا هنيجي بقى على مرحله القليه بتاعتنا. هنجيب طاسه على البوتاجاز كده وهنزل بشويه زيت صغيرين، ما تكتريش زيت، شويه صغيرين خالص. وهستنى بقى لحد ما الزيت بتاعنا يسخن، وهنزل بقى بالكفته بتاعتنا كده وما نحركش الكفته بتاعتنا خالص عشان ما تفكش. تمام. وحاولي كمان وانت بتعملي الكفته ما تكتريش البصل، عشان لو كترت البصل هتتكسر معاكي وهتتهري معاكي. فما تحاوليش تكتري البصل بقى وتقولي اكتر الكميه بقى وهخلي الكفته كتيره. لا، هي بصلايه واحده بس على نص كيلو، بس بصلايه كبيره. ومجرد بس ما تغير لونها من تحت كده هنحاول بقى نقلبها على الوش التاني. انا ما جيتش جنبها خالص لحد ما اديت اللون من تحت، وبعد كده بتقلبيها. وحاولي بقى ما تكتريش الزيت وانت بتقليها، عشان هي كده كده هتنزل برضو دهون لان فيها ماده دهنيه. والله تاكلوا احلى اكله ان شاء الله هتعجبكم. راجعه بقى من الشغل ومحتاره تعملي اكل ايه، دي اسرع اكله تعمليها. تعملي بقى جنبيها شويه رز مفلفل او رز بالشعريه كده. هعمله برضو معاكم في اخر الفيديو. كده خلاص قلبتها على الوش التاني واحمرت. هطلعها بقى في طبق كده. هسلكونه بقى ليها شم الريحه بتاعتها كده جوعتني. يا ريت لو وصلتوا هنا بقى لحد الفيديو، يا ريت بقى متبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. وكده حمرنا الكفته بتاعتنا خلاص.
في الزيت بقى اللي احنا هنعمل فيه هنزل بنص راس من التوم، ومقطعه التوم بتاعنا شرايح رفيعه زي ما انتوا شايفينها كده. هخلي بقى التوم يديني بس كده اللون الذهبي، او اول ما تشمي ريحه التوم خلاص ما تحاوليش تخلي التوم بتاعك يحمر معاكي، مجرد بس ما تشمي ريحه التوم هتنزلي بحوالي كوبايتين 2.5 من عصير الطماطم. ده حوالي كيلو الا ربع من الطماطم، ضربته في الخلاط وصفيته بمصفى ضيقه. نزلنا كده بالطماطم على التوم، مجرد ما نشم ريحه التوم بس بننزل بالطماطم. نزلنا بالملح بتاعنا على قد الكميه اللي بتعمليها، ونزلت برضو بنص معلقه من الفلفل الاسود ونص معلقه من البابريكا، وهنزل كمان بربع معلقه من القرفه. هقلب بقى البهارات بتاعتنا ديت كويس مع الصلصه واسيبها تغلي. انا مش عايزه الطماطم بتاعتنا تتسبك ولا تنشف، يعني تغلي حوالي 10 دقايق كده وخلاص تبقى الطماطم بتاعتنا جاهزه. وفي الاخر بتضيفي نص معلقه صغيره من السكر. متقلقيش خالص، كل الحاجات دي ما بتبانش خالص. وسبتها غليت غلوتين 2 زي ما انتوا شايفينها كده، مسبتهاش بقى وصلت لمرحله التسبيكه، مرحله البقبقه دي مش عايزاها توصل لها، يعني بس حوالي 10 دقايق بالظبط تغلي معاكي. وبعد كده هننزل بقى بالكفته بتاعتنا بعد ما وصلت للشكل اللي انتوا شايفينه اهو. شايفين دي كده ما تعتبرش متسبكه، يعني 3/4 كده تسبيكه. هنزل بقى بالكفته بتاعتنا. لو انت بقى مكتره البصل في الكفته وجيتي تحطي الكفته هتلاقي الكفته تتكسر معاكي، وانت بتحمريها هتلاقيها تتكسر وتتهرى معاكي. فما تحاوليش تكتري بصل كتير، هي بصلايه كبيره كده. بعد ما رصينا الكفته خلاص، استنى بس لحد ما تغلي غلوتين 2 كده. بعد ما غليت معايا غلوتين 2 هجيب بقى حوالي كوبايه ميه وهزودها بيها ميه عادي من الحنفيه عادي، ما فيش مشكله، ميه مغليه عادي. انا ضفتها ميه من الحنفيه عادي وضفت حوالي كوبايه. هسيبها بقى لحد ما تغلي غلوتين 2 وبعد كده هطفي عليها وهتبقى جاهزه معايا. ويلا بينا نعمل الرز المفلفل بتاعنا. عايزه تعملي الرز بالشعريه مفيش مشاكل. هنحط شويه زيت على معلقه سمنه كده. هنعمل كوبايتين 2 من الرز. شويه زيت على سمنه واستني لحد ما يسخن معاكي، وتضيفي بقى شويه كده من الرز. يا اما لو عايزه تعمليه بالشعريه ضيفي شويه شعريه وحمريهم بدل الرز. كده ضفت حوالي نص كوبايه من الرز المغسول، وهقلب فيه لحد ما يحمر معايا يوصل للون الذهبي الغامق. او زي ما قلت لكم لو هتعملي بالشعريه برضو هتضيفي شويه شعريه كده حوالي نص كوبايه وتحمريهم لحد برضو ما يوصلوا للون اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بباقي الرز بتاعنا. انا زي ما قلت لكم عامله كوبايتين 2 من الرز، ضفت حوالي نص كوبايه حمرتها، وكوبايه ونص التانيين ضفتهم على الرز بعد ما اتحمر. وهقلب كده الرز مع السمنه مع الرز المتحمر لحد ما يشرب من الإيدام بتاعنا وتحس ان الرزية خلاص فلفلت. بعد كده هتضيفي الملح بتاعك وهتقلبيه. احنا طبعا بنقلبه على النار لمدة يعني حوالي 5 دقايق كده لحد ما يفلفل معاكي. بعد كده هتنزلي بالمية بتاعتك. المية بتاعتنا دي قد ايه يا نوجة؟ هننزل بالمية بتاعتنا ديت حوالي كوبايتين 2 من المية. لو هتعملي كوبايتين 2 رز هتعملي كوبايتين 2 مية. تمام. اما لو تعملي رز بالشعريه بتنزلي بكوبايه ونص من الميه، لان الشعريه ما بتشربش ميه كتير زي الرز. تمام. غطيته وسبته لحد ما استوى كده او تشرب الميه. وبعد ما يتشرب الميه خلاص بتقلبيه، وبعد كده بتهدي النار بتاعتك خالص وتسيبيه بقى على النار هاديه خالص يستوي معاكي. وشايفين الرز بسم الله ما شاء الله بقى مفلفل معايا ازاي. وكده خلاص الرز بتاعنا خلاص استوى خلاص والكفتة بتاعتنا بقت جاهزة. شايفين ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ شكلها بجد يجوع. انا لسه واكلاها وجوعت تاني والله من شكلها. جربوا بقى الطريقة ديت وان شاء الله هتعجبكم. يا ريت بقى متبخلوش عليا بالاشتراك في القناة وخدوا كده جولة في القناة وان شاء الله تعجبكم. اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.